كيف حالكم جميعا؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب العالمين. طبعا الشعب الكويتي والشعب العراقي كأنهم شعب واحد، عادات تقاليد، بينهم نسب، بينهم صهر، كل شيء لغة واحدة. الكلام العراقي نفس الكلام الكويتي، المحبة، العادات، حتى الشكل، عرفت؟ والحين يجيني واحد بالتعليقات يقول ترى الكويت محافظة تبع العراق، قطعة من العراق. أقول لك إيه، الكويت قطعة من العراق والعراق قطعة من الكويت، والشعبين يمثلون بعض، واحد. العراق والكويت. والله يلعن من يقوم الفتنة بين الناس. اليوم بقول لك عن قصة شخص، قصة غريبة عجيبة وكلها طيب ومعروف من بدايتها لنهايتها. فجهز لي حالك وروق لي بالك واسمع القصة. قبل الغزو العراقي للكويت كان العلاقات بين الكويت والعراق طيبة، والكويتيين يروحوا يردون على العراق والعراقيين يروحوا يردون على العراق، وكانوا أهل الكويت عندهم مزارع بالبصرة ويروحون بغداد ويردون، والعلاقات جدا طيبة. وكان من ضمن هذه الناس شاب كويتي اسمه خالد. خالد هذا أمه عراقية، أخواله أهل البصرة، أخواله بالبصرة، ومشتري حلال ومزارع وأرض عند أخواله، وكاتب المزارع والحلال كله باسم أخواله بالعراق. مو بس كذا، حتى زوجته عراقية من أهل أمه، فرجال روحاته وجياته على العراق رايح جاي، عنده حلال وأهل البصرة أخواله ومناسبهم، فرجال رايح جاي. وفي يوم راح العراق يشق على حلاله، ولا وهو بالعراق وعنده أخواله، ولا يبتدي صدام يدخل الكويت، يبدأ الغزو العراقي على دولة الكويت، وطاحت الناس والعباد. خالد عنده ولد وزوجته حامل، قال لا أنا الحين بروح الكويت أبى أشوف زوجتي وعيالي. قال يا ود اقعد، وين تروح؟ الحدود مسكرة، والله يمسكونك يتلونك من صدقك أنت، وين تروح الحين الكويت؟ هذا أول، الحين وين؟ قال له اقعد يا ابن الحلال وتعوذ من إبليس. ولا يقعد يوم، اثنين، أسبوع، لين كمل شهر عند أخواله. وبليلة عزم على أنه يروح الكويت ويطمن على زوجته. قالوا له اقعد، والله لو يمسكونك ترى يحكمونك محاكمة عسكرية، يا ود اقعد أنت كويتي. والله على أول نقطة تفتيش يمسكونك، ولا التهمة يقول لك إنك جاسوس، وش مدخلك العراق؟ لا يعرفون إن سايبك ولا أمك عراقية، هذا أول. الحين لا، قال والله العظيم لليلة أمشي أروح أشوف ناسي، الليلة بروح الكويت. يا ابن الحلال اقعد. قال والله العظيم اليوم لا أرجع الكويت. وبالفعل يجي الليل ويضبط حاله ويركب سيارته ويبي ينطلق على الكويت، وبالفعل ينطلق من البصرة على الكويت. وفي أول نقطة تفتيش ولا يمسكونه، الله أنت كويتي؟ قال لي كويتي. موجود بالعراق؟ قال لي موجود، أنا أخوالي العراقيين ومتزوج من العراق وعندي هني حلال. قال الله أكبر، أنت جاسوس قاعد تنقل أخبار القوات العراقية للمقاومة الكويتية. طبعا الجيش الكويتي انهار، ما في جيش، كان اللي يقاوم صدام المقاومة الكويتية، ويتلونه طال عمرك وياخذونه من البصرة إلى بغداد ويحولونها محاكمة عسكرية، ومن أول حكم يعطونها إعدام بتهمة إنه جاسوس موجود بالعراق ينقل أخبار وتحركات الجيش العراقي إلى المقاومة الكويتية، ويتلونها بسجن أبو غريب. هذا سجن تنفيذ أحكام، إعدامات، سجن مؤبد. ويوم درى إن حكموه إعدام والله يصيح بالسجن. يا جماعة الخير، كل ما يشوف له عسكري ولا ضابط، والله أنا زوجتي عراقية وأمي عراقية وعندي حلال وكنت موجود عند أخوالي. الناس تقول له يا حبيبي هني سجن لتنفيذ الأحكام، ما هي بمحكمة تتظلم عندنا. أرجوك أرجوك، كل ما يقابل عسكري ولا ضابط، ولا في يوم قابله عسكري قال له أرجوك، قال له اسمع ويش ترجون أنت يا ابن الحلال؟ قال له أبي رئيس السجن المسؤول عن السجن. قال له هي سهلة، هي سهلة يعني إنك توصل لمدير السجن، ما هي بسهلة ولا بهينة وأنت جاسوس. قال تكفى، شوف لي حل. قال الحل إن يخففون لك الإعدام يخلونها مؤبد. قال إيه، وصار كل شوي أبي مدير السجن، أبي مدير السجن. ولا في يوم ضابط يمسكه يضربه، قال اقعد لا أسمع صوتك، وضربوه وهانوه. ولا في يوم قاعد بعدها بفترة ولا مدير السجن يفتر داخل السجن، ويوم مشى يم زنزانته ولا جاء جندي عراقي قال له اسمع يا سيدي. قال نعم. قال فيه نية مسجون كويتي يصيح ليل نهار أبي
مدير السجن. قال افتح الزنزانة خلي اشوف وضعه. وش عندك؟ قال من؟ قال انا مدير السجن. وش عندك؟ قال يا مدير السجن انا رجال، زوجتي عراقية وامي عراقية واخوالي بالبصرة وعندي حلال هنية بيوت ومزارع وقصور، انا ترى حالتي زينة. قال وش المطلوب؟ قال حكموا علي بالاعدام، انا كنت موجود هنية عند اخوالي، يوم بغيت اني ارجع الكويت ولا يتلوني بتهمة اني اتجسس لصالح المقاومة الكويتية وارصد تحركات الجيش العراقي. قال حبيبي وش عندك انت؟ هذا حكم مصدق عليه المحكمة ومصدق عليه المجلس العسكري ومصدق عليه صدام حسين، تبيني أكسر أنا حكم صدام؟ قال ما يخالف يا سيدي، حاول انه يعني يحوله لمؤبد. على ايش السجين يفكر؟ على اساس مؤبد ممكن بالمستقبل يصير تبادل أسرى، يصير من هالشيء. قال لا ما يصير يا حبيبي. قال تكفى يا مدير السجن. قال والله لو انك تحول لي الاعدام الى مؤبد اعطيك كل مزارعي وحلالي، ترى مزارع تسوى كذا كذا ملايين ملايين، مزارع وبيوت وقصور، والله العظيم اني احولها لك الان، بس تكفى حاول شوف طريقة اني يعني يتحول هذا الاعدام الى مؤبد، يمكن بالمستقبل يصير وقف للحرب ويصير تبادل أسرى واقدر ارجع، وحتى لو ما صار تبادل أسرى اعيش 25 سنة ولا اموت. قال الضابط العراقي مدير السجن يوم سمع بالملايين والمزارع والبيوت عارف الفكرة طاحت براسه وظل يفكر فيها وهو واقف. قال ايه؟ قال طيب ان شاء الله بحاول اني يعني اشوف لك يعني تصريفه واني نحول الاعدام الى مؤبد، لكن قبل اي شيء حول لي الحلال اللي عندك كله باسمي وان شاء الله ابشر. قال والله من باكر لو تبي احوله ترى كل شيء باسم اخوالي وعادي نروح واحول لك الحلال كله. ويروح الضابط على مكتبه طبعا يفكر بالملايين والقصور وهالامور. طبعا الضابط هذا من حزب البعث وعميد في الجيش العراقي. ثاني يوم مر العميد على سجن هذا الرجل الكويتي. قال له اسمع. قال نعم. قال الاسبوع الجاي ترى انا باخذ اسبوع اجازة واعمل حسابك باخذك معي هذا الاسبوع، نحول الاراضي وبعدها ان شاء الله بعد ما نحول الاراضي بحول حكمك من اعدام الى مؤبد. فرح الكويت واستانس. طبعا العميد يكذب، ما يقدر يحول هذا الحكم، ترى حكم محكمة هذا مصدق عليه صدام حسين والمجلس العسكري، ما يقدر. فقال خلينا ناخذ حلاله، هو كذا كذا ميت، حنا اولى بحلاله. وبالفعل بعد اسبوع يجي العميد ويدخل عليه ويجيب له ملابس عسكرية ويقول له اسكت ولا كلمة، بتطلع معي الحين من هني من السجن، بتطلع معي الحين ولا تسمع كلمة ولا تقول كلمة، واذا احد قال السلام عليكم لا ترد، انت كويتي ممكن احد يلقط كلامك ويعرفك فلا تتكلم. وبالفعل ياخذه العميد ويركبه وياه في سيارته ويطلع به ويروح على التحويلات، ويجي اخواله ويحولون المزارع. فقال نحطها باسمك. قال لا تحطونها باسمي، حطوها باسم بنتي واسمها رغد. وينقل له المزارع والاملاك كل شيء حطوه باسم رغد. بعدها العميد هذا ياخذ الكويتي بعد ما نقل طبعا الأراضي وهالأمور ويدخله في غرفة في البيت ويربطه ويحطه بغرفة بعيد، وما يدخل على الغرفة هذه أي حرس أو أي أحد ولا خدم، بس اللي يدخلون عليه زوجته وبنته. الحراسات وهذه الأمور ما يقربون، حتى الناس اللي تشتغل في البيت. فيوم دخلوا القصر العميد طبعا ما هو بسيط، هذا رجل من حزب البعث، قيمة ومكانة. حزب البعث كان وقتها في العراق شيء كبير، تخيل انك بس تكون من حزب البعث، لا هذا عميد ومن حزب البعث. وبالفعل يقعد هذا بالبيت، ما حد يجيب له الأكل والشرب إلا زوجة العميد وبنته، هذه تجيب له الغداء وهذه تجيب له العشاء، ومربط ايدينه ورجوله. ورغد كل مرة تودي الأكل حق هذا الكويتي مستغرب القصة، وش جاب الكويتي ببيتنا؟ وهذه أول مرة أبوي يجيب سجين لنا في البيت. فرغد يعني بنت كانت عندها أسلوب، تعرف بنت واحد كان بحزب البعث وأبوها عميد، فتعرف تتكلم، عندها أسلوب تحاكي كأنها شخصية. فقالت أنت وش قصتك يا ابن الحلال عندنا؟ قال لها والله أنا قصتي قصة. قال لها أنا أخوالي عراقيين وزوجتي عراقية، والله وكيلك يعني موجود هنية، ولا صدام غزا الكويت ويوم بغيت أني أرجع ولا مسكوني وقال علي جاسوس وتهموني بحكم وقالوا اني جاسوس وعطوني اعدام،
ولا أنا هنية بالبصرة عندي مزارع وعندي قصور وعندي بيوت وعندي. ترى اليوم حولنا كل شيء باسمك على مود إني أبوكي يخفف الحكم من إعدام إلى مؤبد. البنت استغربت وسكتت، ويوم ترجع البيت تدخل ويجي أبوها: يا أبوي وش سالفة الكويتي وليش جايب عندنا أنت؟ هذه أول مرة، يعني ندري إنك مدير سجن من زمان بس ما عمرك إنك جبت سجين. قال لها هذا سالفة هذا محكوم عليه بالإعدام. قال لها جبته هنية لأني حولت كل حلالة باسمي. قالت كيف يا أبوي حولت حلالة باسمي؟ قال هو محكوم بالإعدام، وترى بعد 4 أيام من الأجازة تنتهي هذه، بعد الأسبوع اللي يقعد ببيتنا من يعاود السجن بعدها ب4 أيام ولا ينحكم عليه بالإعدام. قالت مو حول لك على أساس إنك تساعده وإنك تخفف الحكم؟ قال أي خفف يا بنتي؟ يا بنتي هذا حكم مصدق عليه المجلس العسكري والقادة والمحكمة العسكرية، ومصدق عليه صدام حسين. كيف يا بنتي ما أرجعه أو أخفف له الحكم أو هالأمور؟ قالت يا أبوي تكفى، دام إنك وعدته لا تخلف وعدك. قال كيف تبي؟ ترى صدام يقتلنا، يقتلك ويقتلني ويقتل أمك، ما يخلي فينا أحد، عشيرتك كلها يقتلها صدام. وبالفعل صدام ترى ما كان يعني ما في هالأمور، بالفعل كان قتلها وقتل أبوها وقتل أمها، صدام سوى هواي. المهم قالت له يا أبوي بسيطة، أنت ليش معقد الأمور؟ قال لها كيف بسيطة؟ قالت يا أبوي مو أنتم كل يوم تقتلون ناس؟ قال إيه، يعني على أساس أنك تعدمونهم وكذا. قالت بعد ما تعدمون واحد حطوه بالزنزانة على أساس أنه خالد الكويتي وخلاص. قال إيه والله. وقبل لا يرجع الدوام بيوم تنتهي الأجازة ولا يدق على السجن: ألو هذا العميد، السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. قال يا ود نفذتوا أحد بأحكام إعدام اليوم؟ قالوا إيه نفذنا. قال طيب شوفوا خشوا لي جثة لين آجي، أي واحد من اللي تنفذ فيهم حكم الإعدام خلوه جثته وأنا مناجي أبى أتصرف فيها. قال حاضر سيد. وبالفعل ثاني يوم يروح الدوام، ولا أول ما يدخل قال وين الجثة؟ قال موجودة يا سيدي في المكان الفلاني. قال دخلوها على زنزانة الكويتي خالد ودفونها خلوها. قال طيب. ولا بالفعل ياخذوا الجثة يحطونها في زنزانة خالد الكويتي، وثاني يوم يجي موعد حكم الإعدام ولا يلقون خالد الكويتي الجثة اللي في زنزانة خالد الكويتي ميتة، فظنوا ان هذا هو خالد الكويتي ومات، وطلعوا له شهادة ان توفى بالسجن، مات من الرعب، مات من القهر، ان هذا الشخص قبل يتنفذ في حكم الإعدام وجدوه جثة هامدة، وهذه الجثة وهذا التقرير. وبالفعل رجع البيت، مشت الأمور يعني وعدت السالفة. رجع البيت رغد قالت ها يا أبوي؟ قال لها كل شيء مشى مثل ما قلتي والأمور تمام. قالت اصبر لين بكرة إن شاء الله وشوف، يمكن يصير شيء، في شكوك في شيء، إذا الموضوع مشى ثاني يوم بالدوام عادي إن شاء الله نشوف له حل. قال وين الحل؟ وكيف أخلص من الكويت اللي قاعد ببيتي الحين؟ هذا مصيبة، ترى هذا الجريمة، هذا حطينا ببيتنا. قالت ما عليك أنا بخلصك منه، بس أنت روح بكرة الدوام وشوف الوضع. ولا يروح ثاني يوم الدوام ولا الوضع عادي ومستمر، يقتلون في الناس ويخنقون في الناس ويذبحون في الناس، الظلم ماشي مثل ما هو. ويرجع البيت قالت له ها؟ قال لها الأمور على ما يرام وما انكشفنا والوضع مشى وعدى. قال لها طيب الحين وش نسوي في الكويتي هذا البلش اللي قاعد لنا في البيت؟ ترى هذا الجريمة بذاته، يوم يجي أحد ويدرى أن عندنا واحد كويتي بالبيت والله يعدمونه بمكان عام. قالت ما عليك، أنا بلبس الحين لبس حرمة وناخذ تصريح بعدم تعرض، عليه أمضتك وعليه ختم حزب البعث، ويروح ويرجع لديرته. بالفعل ثاني يوم ولا رغد تفتح الغرفة على الكويتي خالد وتقول له السلام عليكم يا خالد. قال له وعليكم السلام. قالت له يا خالد اسمع، ترى إن شاء الله ما راح تروح السجن. قال إن شاء الله يكون أبوك يحول الإعدام إلى مؤبد. قالت له لا مؤبد ولا شيء، أصبر بس. فكت قيده، فكت رجوله، فكت ايده. قالت له اصبر انا بطلع فوق غرفتي بجيب لك شيء وان شاء الله بعدها ابشر اللي تبيه راح يكون. وبالفعل المسكينة تطلع تجيب له الملابس النسائية، العباه والبرقع والشيلة والطرحة وهالامور. خالد وهي البنت فوق يفكر اني ابوها خلاص كذب عليه وانه راح يرجع السجن لاجل يعدمونه، فقاعد يفكر قال أنا مالي حيلة اللي إني آخذ رغد رهينة وأشهر عليها سلاح وأخذها رهينة لين أبوها ينفذ طلباتي، يحولني من إعدام إلى مؤبد. ما يدري إنه أخذ الحرية خلاص، لا إعدام ولا مؤبد. طيب يقول أنا الحين ما عندي سلاح
ولا يطالع بالغرفة ولا يلقى هالمراية ويجيب المراية ويضفها بإيده يضربها ويكسر المراية وينجرح. رغد وهي تجيب له الأغراض سمعت صوت الكسر ولا تنزل ركض وتفتح عليه الغرفة. ليش يا خالد؟ أول ما تفتح الغرفة ليش يا خالد تسوي كذا في نفسك؟ تبي تنتحر يا معود؟ أنت مسلم، وش اللي تسويه بنفسك؟ أنت لو تعرف أنا وش سويت علشانك والله العظيم تفرح. قال له وش سويت علشاني؟ قالت يا ود خلاص أنت لا عليك لا حكم إعدام ولا حكم مؤبد، خلاص أنت حر طليق الحين، وأنا الحين بفكر في حيلة ألبسك لبس مرة حرمة وأرسلك مع السايق حقنا تروح يرميك على الحدود العراقية الكويتية ومعك تصريح بعدم تعرض وتدخل العراق وترجع لهلك وناسك. قال صج؟ قالت اي والله صج. قالت وها جبت لك الملابس البس وجهز حالك وانا بروح اكلم السايق الحين والامور طيبة. السايق الموجود خادم عندهم انولد بالبيت هذا بالقصر حق العميد، فخادم مطيع لهم وحاضر ونعم وهالامور. نبهت على الخادم قالت له اسمع على السايق، اسمع تاخذ هذا الكويتي وتوصله إلى الحدود العراقية الكويتية. طبعا الحدود العراقية الكويتية شيء بسيط يعني كلها أبو 10 دقائق من البصرة، الأمور ربع ساعة نص ساعة يعني ما هي بعيدة بين الكويت والعراق. قالت له شوف وصله ومررها مو تقطه وترجع، والله لو انك تقطه هناك وادري انك ما وصلت لأقتلك. قال لها لا يا ستي انت تعرفي انا اشتغل عندكم من يوم ولدت وهلي وناسي وحنا خدم عندكم ابا عن جدا، فلا تحاتي انا بوصله وان شاء الله خير. قالت له مثل ما قلت لك والله ان ما وصلت للكويت على الحدود بقص راسك وترجع لخالد. قالت له يا خالد السايق الحين بياخذك ويوصلك على الحدود العراقية، واسمع اسمع هذا البيت الشعر. وسمعته بيت شعر. قالت له هذا البيت تقوله للسايق يوم انك تضمن توصل الى الكويت علشان اعرف ان السايق بالفعل وصلك، واذا جاء السايق وقال لي بيت الشعر اعرف انه هو بالفعل وصلك الى الحدود العراقية الكويتية. ويركب خالد ويلبس لبس الحريم ويركب من وراء وتمشي السيارة، سيارة العميد الفلاني حزب البعث هالأمور، وكل ما يدخل على نقطة تفتيش ولا يطلع هذا الوصل اللي بجيبه الجواب حزب البعث عدم تعرض عدم تعرض تبع العميد فلان العميد فلان، لين يوصله إلى الحدود العراقية الكويتية. وقال له السايق اسمع شايف هذه الكويت قدامك؟ قال والله بيض الله وجهك وكثر الله خيرك انت ورغد، وقول لرغد هذا البيت بيت الشعر. فقال له بيت الشعر. قال له اسمع خالد يقول للسايق والله اذا ما قلت الرغد هذا بيت الشعر والله بتذبحك، بيت الشعر هو كلمة السر انك وصلتني آمن. قال قول لي تكفى هذه تذبحني انا وعشيرتي بعد. ويقول البيت ويرد السايق الى بيت رغد بيت العميد ويروح طال عمرك. قالت له وصلته؟ قال نعم وصلته، وكلمة السر كذا 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 بيت الشعر اللي بينهم. قالت له بيض الله وجهك مشكور. ويرجع خالد لبيته وهلأ، ويوم يروح يلقى زوجته ولدت وجابت بنت. قال وش سميته البنت؟ قال سميناها أثر، أبوها مأثور. قالوا الأثر تعبني غيروا له الاسم. قالوا وش تسميها؟ قال سموها رغد. قالوا أنت مصدقك اسم رغد صار محرم بالكويت كيف؟ قال هذه بنت صدام. قال أنا مالي شغل لا بصدام ولا بنتي، أنا بسمي رغد يعني رغد، أنا أحب هالاسم وعجبني، هذه البنت اسمها رغد. يا ابن الحلال كيف ما؟ قال والله العظيم ما أحد يسميها إلا أنا واسمها رغد. وبالفعل يسمونها رغد، وبالفعل سموها رغد. ومرت الأمور ومرت الدنيا لين صار عام 2003 بداية الحرب العراقية مع الأمريكان والغرب. ولا يتصل خالد على أخواله السلام عليكم يا جماعة الخير. قالوا عليكم السلام، يا وش الأخبار وش أحوالكم وش علومكم؟ قال طيبين، ترى نبي نقول لك شيء. قال نعم. قال جاتنا هني رغد بنت العميد الفلاني وحولت لنا المزارع وردتها لنا باسمنا، مزارعك ردتها باسمنا وجابتها. قال إيه؟ قال حولتها من فترة. قال طيب ما تعرف أخبارها؟ قال والله ما نعرف أخبارها ولا أحوالها. وصار بينه وبين خاله وأخواله تواصل لين جاء عام 2004 ويدق على خاله. قال يا خالي ما عندك أخبار عن رغد ولا أبوها؟ قال والله يا ابن الحلال كل حزب البعث تشتت وتدمر وانهار الحزب، لكن الرموز حقت حزب البعث ما حد يدري عنها كلها، اللي انقتل اللي مات اللي هرب اللي شلع. قال بالله أبي منك طلب أتروح وتسأل عن رغد وأبوها ورد لي خبر. خاله قال له ابشر ثاني يوم إن شاء الله برد لك خبر. ولا يروح خاله يسأل لين وصل
لرغد، واللي يعرف حالها وأحوالها ومحالها. وثاني يوم يتصل على ولد أخته، ها يا خالي، قال له اسمع يا خالد، ترى رغد تزوجت بعام 96 من ضابط عراقي يشتغل في الجيش العراقي من حزب البعث، هيبة ومركز. ويوم جات الحرب ولا زوجها توفى، وعندها من زوجها هذا ولد، وابوها جات طلقة براسه سببت له شلل، وامها انقتلت، وحياتهم صارت خراب، والقصر اللي كانوا يسكنون فيه ما عاد لهم، الحين يسكنون بعشة. قال طيب ورغد؟ قال رغد تبسط على الرصيف تبيع أجهزة كهربية، راديو ما راديو هالأمور يعني. رغد قالوا لي رغد تبيع أجهزة كهربية. قال اسمع يا خالي، أبيك تروح الرغد وتعطيها فلوس مصروف وهالأمور، وإذا قالت لك منو أنت ولا وش مصدر هالفلوس قل لها أبوك يسوى فيني خير معروف زمان. ويروح هذا الرجل لرغد ويقول لها السلام عليكم، تقول له وعليكم السلام، تحسب انه زبون يجي يشتري اغراض كهربائيه ولا شيء. قال لها انت رغب بنت فلان الفلاني؟ قالت اسكت الله يرضى عليك، اي انا، بس وش فيه وش عندك؟ قال لها انا بعطيك هالمبلغ، واذا احتجت اي شيء كلميني، وهذا رقمي وكلميني. قالت له ليش؟ قال لها ترى ابوكي اول زمان سوى فيني معروف. قالت له والله الحين ابوي هارب ومطارد ومشلول ولا يقدر يتحرك ولا شيء، وانا معه. تكفى دام انك ساعدتني، ما تقدر تشوف لي تكييف؟ ترى احنا عايشين بفقر الحين، ما لاقيين شيء، وابي تكييف لابوي يبرد عليه العش اللي قاعد فيها. قال لها انا الحين ما راح اجيب لك تكييف، انا الحين باخذك معي انت وابوكي ونحطك في بيت كبير طويل عريض في مزرعة. قالت صج؟ قال لها صج والله، وتاكلي وتشربي واللي تبيه. وبالفعل ياخذها هي وابوها ويصرف عليها خالد كل اول شهر، يرسل لخاله مصاريف، يرسل لخاله مصاريف، وعايشة افضل واحسن عيشة. طبعا رغد كان عندها ولد من زوجها اللي مات، ويوم حست اني صدام حسين وحزب البعث والامور بتتغير وبنهار الحكم، خلاص البعث بينهار وصدام بينهار، لمت الذهب والمال والحلال والولد اللي معها وأرسلته إلى خالتها في مدينة تسمى سمراء بالعراق، وقالت للسايق خذ هذه الأغراض وخذ هذا الولد وارسله عند خالتي، أنا الحين أبوي أخاف يصير له شيء ولا نبتلش فيه، فخلي الولد عند خالتي، أنا مطمنة ومرتاحة، لأن الوضع ما يبشر بالخير. وكان تو أبوها يعني مصاب بطلق ناري وسبب له شلل، وكانت أمها توفت، فقالت خلني أراعي لأبوي ولادي خالتي تعتني فيه. وقعدت موجودة، وخالد يصرف ويصرف من عام 2003 إلى عام 2016، وخالد كل أول شهر يرسل رغد الفلوس والمساعدة، وموجودة هي تظن إني خالد هو اللي يصرف عليهم. فجاء في يوم وقالت له يا ابن الحلال مشكور على اللي انت سويته ووقفتك ويانا، وبيض الله وجهك وجزاك الله خير. وتسأل رغد ابوها يا ابوي انت تعرفه؟ انا اشوفك لا تكلمه ولا يكلمك، تعرفه؟ قال والله ما اعرفه ولا في يوم سويت له شيء. قالت يا ابوي انت مشلول وكذا. قال انا ذاكرتي حديد، هذا الرجل ما قد شفته في حياتي انا ولا بينه وبينه شيء. سكتت رغد ولكنها مستغربة. وبعد فترة رغد تتصل عليها خالتها من سمراء تقول لها ترى حنا بنسافر ألمانيا وبنروح أنا وزوجي وناخذ ولدك ويانا وناخذ الحلال بعد نحوله على ألمانيا. وبالفعل خالتها وزوجها وابنها يروحون على ألمانيا عن طريق الأردن. طبعا العراق كان عليها حظر جوي وهالأمور، فكانت الناس تسافر على الأردن، وبالفعل يطلعون على ألمانيا. وبعد فترة كذا يموت زوج خالتها، وتشتاق البنت لولدها وتبي تروح ألمانيا، لكن الظروف ما تسمح، الفلوس وكذا. فتحكي خالد تقول له والله ودي أروح لكن الظروف وكذا. فالخال كلم خالد قال له شوف هي تبي تسافر ألمانيا وظروفها تعبانة وهالأمور، تبي تسافر هي وابوها. قال طيب اسألها كم تكلف سفرة ألمانيا الفلوس؟ قال له تكلف السفر والباسبور والتذاكر والسفر للأردن ومن الأردن لألمانيا. قال احسبها ورد لي خبر. راح لرغد ويحسبونها ولا تكلف 4000 دينار كويتي. هذا مبلغ 4000 دينار كويتي، 4 في 3 يعني الدينار الكويتي يساوي $3.5.
يعني تقريبا حول 15,000 دولار. ويدق على خالد يقول له ترى المبلغ حول 4,000 دينار. قال له ما عليك، أنا بحول لك 4,000 وخلها تسافر. قال طيب. وبالفعل يحول لها الفلوس وتطلع الورق وتطلع الباسبور وتسافر من الأردن على ألمانيا، وتوصل ألمانيا وتدق على خالك يا خالد وتقول له شوف يا طيب، مشكور وبيض الله وجهك وبارك الله فيك، بس ودي أقول لك شيء. قال لها آمري. قالت أنا سألت أبوي أكثر من مرة، صحيح أن أبوي مشلول لكن ذكرته حديد. وقلت له يا أبوي تعرف هذا الرجل، سويت فيه معروف قبل، أبوي حلف لي وأقسم لي أنه ما يعرفك ولا قد شافك، فوش سالفتك؟ ليش أنت كنت تساعدنا وواقف ويانا كل هالوقفة؟ طبعا جزاك الله خير وبيض الله وجهك ومشكور، بس ليش؟ نبي أعرف ليش، وش المعروف اللي سواه فيك أبوي؟ قال لها طيب تبي المعروف؟ قالت لا هي أكيد أبي المعروف. قال لها أكفل الحين، سكر الخط وأنا بعد ساعتين بدق عليك وأعلمك وش المعروف. قالت طيب أنا في انتظارك. ويسكر الخال ويتصل على ولد اخته خالد الكويتي. قال له اسمع يا خالد. قال نعم. قال يا خالد رغد تبي تعرف منو اللي يساعدها وليش؟ وقالت لي اني ابوها يقول ما قد شافني ولا قد سويت انا معروف فيه، هي تبي تعرف. قال قل لها خالد الكويتي اللي انقذت حياته، وعطها رقمي بعد. قال بس. وبعد ساعتين يدق على رغد. قالوا يا رغد السلام عليكم. قالت وعليكم السلام. قال لها اسمع يا رغد، اللي ساعدكم من عام 2003 الى ان وصلتي المانيا ما هو بنا. قالت طيب منو؟ قال لها اللي ساعدكم خالد الكويتي اللي كان محبوس ومحكوم عليه بالإعدام، وكان يبي يخفض الإعدام إلى مؤبد، وانت أنقذتيه ورجعتيه للكويت. تعرفينه؟ قالت كيف ما أعرفه خالد؟ هي أعرفه والله، خالد اللي ساعدنا. قال اي والله هذا خالد ولد اختي هو اللي ساعدكم. قالت كثر الله خيره وبيض الله وجهه، ممكن تعطيني رقمه؟ قال لها اتفضلي هذا هو الرقم، وتتصل عليه مشكور يا خالد وخالك علمني، وانت شلونك وشلون احوالك وشلون اخبارك؟ قال لها احوالي واموري على ما يرام. قالت مشكور على اللي سويته. قال لها يا بنت الحلال لا تشكريني، انا ترى اعيش عمري كله اشكرك، انت انقذتيني من الموت اللي كنت بموت او انسجن، انقذتيني منه، فمعروفك يظل موجود فيني في رقبتي لين اموت. وصار يعني يتكلمون كل فترة، يسأل عنها تسأل عنه. وفي يوم قالت له اني ابوي توفى وعزاها وهالامور. طبعا الحين الحريم بالعراق صاروا يكلمون زوجتك يا خالد ويقولون لها ترى وينك انت نايمة، زوجك ضيع حلالك وضيع فلوسك وفلوس عيالك على وحدة عراقية. قالت لا زوجي ما يسوي كذا. قال لا بالله زوجك سوى وسوى، حتى قص لها تذكرة ودفع لها الفلوس، واحدة عراقية، وحتى اني سفرها ألمانيا. ولا الحرمة مستغرب. قالت زوجي يقول لكم ما يسوي كذا. قالوا لها لا واسمها رغد بعد. قالت وين اسمها رغد؟ قالت هي اسمها رغد. الحريم تقول زوجتك يا خالد. قالت العراقية اسمها رغد. وبنتك وش اسمها؟ قالت رغد. قال يا بنت الحلال صحصحي، ترى زوجك مضيع حلالك. هني تشك الزوجة يوم قالوا لها بنتك رغد وهي اسمها رغد، قال لي مسميها على اسم عشيقته. وتروح ام رغد زوجتك يا خالد وتطلع البنك وتشوف كشف الحساب، ولا بالفعل من عام 2003 وهو يرسل إلى آخر شيء مرسل 4,000 دينار إلى العراق. وهني تأكدت وترجع البيت وتمسك هالولد وهالبنت عيالها وتقول لهم تبي الحين في مشكلة واقعين فيها. قالوا لها وش يمه؟ قالت أبوكم مضيع حلالكم على وحدة عراقية، فالحين نبي نرفع عليه قضية حجر، أو أنه مو صاحي وقاعد يتلف الفلوس على حريم العراق. والعيال يجون الصف أمهم ويروحون إنهم يرفعون قضية على أبوهم، يرفعون قضية أنه قاعد يبدد الحلال ويبدد الفلوس ويصرفه في يعني أشياء غير شرعية ويرسل للحريم وهالأمور. ويوم درى ويدري أن العيال مع أمهم ولا يجيب بنته وولده. قال وش فيكم جايين مع أمكم؟ قال أبوي أنت مو تصرف الفلوس وكذا وعلى وحدة عراقية وكذا وكذا وكذا. قالهم أنا بقول لكم السالفة يا عيال، هذه العراقية أنا كان محكوم عليه بإعدام وانقذتني من الموت، جابتني إلى هني بالكويت، أرسلت معي السايق وحكى لهم القصة. قال لهم يا عيالي تستاهل هالحرمة نصرف عليها ولا ما تستاهل؟ قال لا والله يا أبوي تستاهل. والعيال يتنازلون على القضية. وتجي زوجته قال لها اسمعي أنت ولا كلمة، أنت طالق بالثلاثة، طالق، ترى بعطيكي مستحقاتك وأعطيك حلالك اللي تبيه، وروحي ما عاد بشوف وجهك، يلا توكل على الله. وبالفعل يطلقها وتضيق الوسيعة فيك انت يا خالد. قال بروح ألمانيا
أشوف رغد ويمكن نفسيتي تتحسن وتتغير، ويروح ألمانيا وتستقبل رغد. يا هلا ومرحب، نورتنا يا خالد، مشكور يا خالد، بيض الله وجهك، وتعرف على أولادها. طبعا الحين رجعت حلالها ووضعها المادي ممتاز وعايشة في ألمانيا، ورجعت لها الرشاقة واللياقة. طبعا رغد في هالوقت كان عمرها يعني حول 40 سنة، وانت يا خالد كان عمره حول 56 سنة، وهي زوجها متوفي، وانت يا خالد مطلق زوجتك، ولا بينهم عارف ود وداد، بينهم محبة كذا ومواقف صدق تثبت ان هي سوت فيه معروف ما ينساه العمر كله، وتثبت له انه هو سوى فيها معروف هي ما تنساه. فبينهم وبين بعض طيب وود، طيب متبادل. قال لها اسمع يا بنت الحلال، قالت نعم. قال لها ايش رايك تتزوجيني ونعيش مع بعض؟ قالت والله يا خالد انا ما القى احسن منك، انا موافقه. ويتزوجها ويقعد معاها شهر بالمانيا، ويجيبها على الكويت وتعيش معه بالكويت الى هذه اللحظه. وهذه قصه حقيقيه صارت، قصه الاسير الكويتي ورغد العراقيه. القصه طويله وفيها تفاصيل كثير، والله العظيم اني حاولت ما اطول فيها رغم انها تعدت النص ساعه، فحاولت اني الخصها. اتمنى تكون القصه عجبتكم، ورجاء اذا انت مو مشترك في القناه فحياك الله اشترك ويانا وخلك معي بطل، ولا تنسى الضغط على زر الاعجاب، ولا تنسى ان تضغط لنا تعليق، وانتظرونا في قصه وسالفه وحكايه جديده. دمتم في امان الله وفضله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.